ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن ديربي مدينة مدريد، يعني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الأسباني في دور ربع نهائي لكأس الملك في أسبانيا. مباراة هتبقى يوم الخميس 26/1 الساعة 10 مساء على قنوات SCC السعودية. طبعا هتبقى مباراة جامدة أوي يعني ديربي في دور ربع نهائي. اللي هيكسب هيطلع نص نهائي. بصراحة ريال مدريد مفقود في الكاس ده بصراحة، يعني جاي من دور 32 من فوز على فيا ريال على أرض فيا ريال الغواصات الصفراء 3-2 بعد رومنتادا ما كان خسران 2-0، وقبليه جاي من فوز على كاسيرين وبره أرضه برضه 1-0 1-1 ولعبهم ضربات جزاء. لا كان كسبان 1-0 بره أرضه بالعافية. لو بصينا على أتلتيكو مدريد جاي من فوز على ليفينتي بره أرضه 2-0، وقبليه كان فايز على فريق اسمه ريال أوفيديدو 2-0 برضه بره أرضه. فهتبقى مباراة صعبة أوي. الاتنين لاعبين ده في الدور 32 و64 بره أرضه، وده هكذا برضه، فهتبقى مباراة جامدة. غير كده هي ديربي مدينة مدريد، فهتبقى صعبة. كل واحد عاوز يحط سيطرته. ريال مدريد عاوز يعوض خسارته من كأس السوبر. أتلتيكو مدريد عاوز يصحح مساره بعد إخفاقاته في الدوري، ويقول أنا هو موجود وأنا لسه الزعيم. فهتبقى مباراة حلوة وشيقة أوي ما بين الاتنين إن شاء الله يوم الخميس 26/1 الساعة 10 مساء. تابعوها معانا، وده كل ما لدينا في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.